إلى دين معين. أنا بالنسبة لي أعتبرها دولة الأفراد الذين يتدينون بهذا الدين، فلا تكون دولة الجميع. لذلك فالدولة تتحقق كدولة، أي تكون دولة الجميع لما تكون حيادية أمام كل الأديان. واللائكية تحقق بهذا الحيادية تحقق العدالة الاجتماعية، يعني الأفراد يكونون كلهم متساوون أمام القانون. سيدتي، عندما نستمع إليك تتكلمين عن دولة المواطنة، الجميع متساوي أمام الدولة لا دين لها، لا تميز بين الأديان، ولكن اليوم نحن بعد أكثر من قرن 120 عاما تحديدا بعد قانون العلمانية، قانون 1905، لماذا لا يزال كثيرون يعتقدون أن العلمانية تعني منع الدين، أنها كارهة للأديان، وأنها ربما هي مرادف للإلحاد حتى في بعض الأحيان؟ هي في الحقيقة باللغة العربية نقول العلمانية وليس العلمانية، لأن الكلمة لما اخترعت حوالي في بداية القرن العشرين، أخذ الذين أرادوا أن يضعوا كلمة لتكون مرادفة لكلمة اللائكية فكروا في كلمة عالم موند، من هنا أتت كلمة علمانية. ولكن بعد ذلك اليوم الكل يعني يقول علمانية. هذا اخترت أن أقول العلمانية. هناك حتى نقاش من يقول بأنه جاءت من كلمة العلم أيضا، بأن العقل ضد الدين وضد التدين. كان هناك نقاش، اخترنا في البرنامج أن نستعمل ربما الكلمة التي يعرفها الجميع حتى نبسط ربما المفاهيم. أكيد أن العلمانية في فرنسا ما زالت تواجه الكثير من المشاكل، وربما اليوم تواجه مشاكل أكثر مما كانت عليه في سنوات السبعينات والخمسينات، ولكن كانت لديها مشاكل كثيرة في بداية القرن العشرين وقبل القرن العشرين، لأن اللائكية لم تبدأ في سنة 1905. يعني الصراع من أجل العلمانية، الصراع ضد الكنيسة من أجل العلمانية كان كبير جدا. كان في عصر الأنوار، حتى عندما نقرأ فولتير نقرأ مفكري الأنوار نجد بأن كانت هناك كان وقت حينها النقاش ربما المدفع، كان هناك تدافع لأن نصل ربما إلى هذا المبدأ. ما الذي تغير اليوم؟ ما الذي تغير؟ الكثير من الفرنسيين أنفسهم لم يتقبلوا العلمانية، هذا شيء حقيقي. الكثير من المتدينين الذين لم يقبلوها إطلاقا، ووصول الديانة أخرى هي الديانة الإسلامية إلى فرنسا، والكثير من المسلمين أيضا لا يتقبلون العلمانية القائمة على فصل الدين عن الدولة. الكثير من المسلمين يعتبرون أن الإسلام لا يمكن أن يكون منفصلا عن الدولة، وبالتالي المسلمون لا يمكن أن يعيشوا في مجتمع ليس منظم حسب قوانين الإسلام. لذلك فهم يعني لا يريدون احترام العلمانية التي لا تقبل تدخل الدين في المجال السياسي وفي المجال القانوني. فقط نقطة للتوضيح، تتحدثين عن المسلمين أو الإسلاميين، أن ربما المسلم يمكن أن يعيش في دولة علمانية بالعكس ربما حافظة لحقوقه، ربما الإسلامي والذي قد يرى بأن دين الدولة لا يجب أن يكون الإسلام. أم تتحدثين فعلا عن المسلمين المتدينين؟ أتحدث عن المسلمين، ولكن في مجموعة المسلمين هناك مسلمين حداثيين ومسلمين لائكيين، وهناك مسلمون متشددون ومسلمون محافظون ومسلمون متعصبون إلى آخره. يعني في مجموعة المسلمين هناك العديد من طريقة تطبيق الإسلام. في الإسلام هناك إسلام ولكن متعدد، داخل الإسلام هناك إسلام متعدد. لذلك الكثير من المسلمين اليوم، خاصة وأننا نعيش زمن فيه عودة إلى التدين. سنتحدث عن ذلك في النقاش، ربما عودة التدين ليست عند المسلمين فقط، سنتحدث مع الضيوف الباقين. نبقى ربما لأنك تكلمت عن العلمانية والمسلمين، بالنسبة إليك ليس سوء تفاهم كبير؟ المسلمين في بداية القرن العشرين، يعني لما ننظر إلى العالم الإسلامي نجد أن العلمانية كانت تقبلها المسلمين أكثر ربما مما نراه اليوم. فقط أعطي بعض الأمثلة. في الدستور العراقي لسنة 1925
الحرية المطلقة للمعتقد كانت معترفة في هذا الدستور، وكانت معترفة حرية المعتقد المطلقة للمعتقد معترفة في دستور سوريا لسنة 1930، وفي دستور مصر لسنة 1923، والدستور الجزائري في سنة 1996. ولكن هذه الدول نفسها حذفت حرية المعتقد من دساتيرها شيئا فشيئا، والجزائر هي آخر من حذفته سنة 2020. هذا ما يبين أن هناك في بداية القرن العشرين تقبل يعني القيم اللائكية اللي هي حرية المعتقد والعدالة لكل الأفراد، ونجدها أيضا في هذه الدساتير. ولكن عودة المحافظين وما نسميهم اليوم الإسلاميين، والإسلاميين في الحقيقة هم محافظون، ولكنهم يعني يشتغل يسون انجاجي داخل الصراع السياسي من أجل فرض طريقة. أصبحوا يناضلون في هذا الصراع، يناضلون لكي يصلوا إلى فرض. هل هو فشل للفكر التنويري في العالم العربي؟ فشل الفكر التنويري، كانت له بداية جيدة، وبرنار لويس هو يقول أنه يعني الثورة الفرنسية وقوانينها وأفكارها تلقت ترحيبا كبيرا في العالم الإسلامي، ويفسر هذا بطابعها اللائكي. يقول هو اللي هي مادام هذه الأفكار التي تدافع عنها فرنسا هي أفكار يعني مصدرها العقل وليس الدين، هو الذي جعل المسلمين يتقبلونها، وهي التي جعلت الكثير من المسلمين يأتون إلى فرنسا للعيش في فرنسا، لأنهم كانوا ينظرون إلى اللائكية نظرة إيجابية، كانوا يعتبرون أن اللائكية هي التي تمكنهم أن يعيشوا في فرنسا وهم أحرار. في تغير عقل الإنسان المسلم، تغير كثيرا، تغير لأنه في الفكر الإسلامي اليوم هناك تغلب للتيار المحافظ وما نسميه اليوم بالتيار الإسلامي. لذلك الكثير من الشباب يستمعون إلى هذا الكلام ويعتبرون أن اللائكية ضدهم ولا يريدون احترامها، يعني من هنا تأتي المشاكل. تعزين ذلك إلى فشل الفكر التنويري، إلى صعود الحركات الإسلامية، الإسلام السياسي. ولكن سيدتي، اللائكية في فرنسا، اللائكية الفرنسية، هذا الاستثناء ليس غير مفهوم، ربما ليس في سوء تفاهم فقط مع العالم العربي أو الإسلامي أو مع المسلمين، حتى العالم الأنجلوساكسوني أو يعني الثقافة باللغة الإنجليزية لا يفهم هذا النموذج ويعتبره أحيانا، يتهم بأنه نظام إقصائي. هي اللائكية بالمفهوم الفرنسي والمفهوم الإنجليزي ليس لها نفس المفهوم، بدليل أن المفهوم الإنجليزي يعطي للحرية المكانة أكثر من العدالة، واللائكية الفرنسية تعطي مكانة أكثر للعدالة من الحرية. لذلك المفهوم ليس واحد. على كل حال اللائكية الإنجليزية اليوم في طريق مسدود، يعني ما نراه أن اللائكية الفرنسية هي التي اليوم تستطيع أن تقاوم حتى تحافظ على المجتمع وتماسكه أكثر من اللائكية. نعم، لديها تحديات كثيرة، ورأينا ذلك بعد الهجمات الإرهابية في لندن وفي عديد من الدول أيضا. سؤالي الأخير سيدتي، ما هو أكبر سوء فهم موجود اليوم ونحن نتحدث حول العلمانية الفرنسية برأيك؟ أكثر سوء فهم، أكيد أنه أكثر سوء فهم آتي من طرف المسلمين، لأنه أغلبية المسلمين الذين أتوا إلى فرنسا بعد سنوات 1980 يعني يحملون ثقافة لا تعترف باللائكية وبفصل الدين عن الدولة. واليوم الخطر الكبير الذي تواجهه العلمانية الفرنسية هي وسائل التواصل الاجتماعي الذي ينشر خطاب ديني متشدد ويتهم العلمانية بالحيادية وبالعداء للإسلام، وكل هذا أكيد لا يساعد المسلمين الفرنسيين
أن يعيشوا في مجتمعهم بكل سلام. سنتحدث عن كل ذلك. شكرا جزيلا لك سيدة رزيقة عدناني. ابقي معي، حان وقت فتح النقاش. وللنقاش نستقبل السيد حسام الدين درويش